ما تيجي كده مع بعض نشوف عملنا ال4 تصاميم الأحسن من بعض دول إزاي بمنتهى البساطة. أنا نوران مدكور وده بيكسل سبيس. قبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنشتغل مع بعض على 4 تصاميم في منتهى البساطة ومنتهى السهولة. في البداية تعالوا نحلل التصاميم عشان نشوف عملناها إزاي. معانا المنتج بتاعنا هو منتج وهمي، ده اللي بدأت بنيت عليه التصاميم والأفكار. هو نودلز. تمام. الفكرة ان البراند ده او النودلز دي شطة جدا جدا جدا. فحبيت ادمجه مع الشخصيات الآسيوية بما انهم عشاق للنودلز الحارة. فحبيت إن الموديل بتاعي يكون شخص آسيوي. فده كان بداية طلبي لشات جي بي تي. تمام كده. كل اللي أنا كتبته لشات جي بي تي إن أنا فكتبت لشات جي بي تي إن أنا محتاجة الموديل يكون بيبص بصة بشكل جريء للكاميرا، ويكون لابس هودي ويكون بياكل نودلز. فالصورة اللي شات جي بي تي طلعها لي كانت بالشكل ده. طيب احنا حولناها لكده ازاي انه يبقى فاتح بقه، وفي كده اضاءة مختلفة على وشه الريتاتش، وكمان التنين والحاجات الجانبية في الصورة. ده اللي هنشوفه مع بعض. في البداية أول حاجة هنشتغل عليها هي السايز. في البداية أنا كنت حابة أعمل السايز الكبير ده لبانر للموقع. فهو ده اللي أنا بدأت بيه. هنعمل نيو. من النيو هنختار السايز كان 2500 في 1500 وفعلت الارش بورد. طيب بعد ما دوسنا على كرييت من هنا هنبدأ بقى على طول ناخد الصورة زي ما احنا اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نخلق الصور دي عن شات جي بي تي او ال ام ارينا او من اي موقع ذكاء اصطناعي. الصورة زي ما احنا شايفين كده في البداية هي عادية جدا، مش ملفتة حتى للنظر ولا اي حاجة. فاحنا في البداية بس نحط اللون اللي احنا هنشتغل عليه كباك جراوند. ناخد الكود بتاعه اهو ونشتغل عليه بقى كده ايه في البداية. نعمل صورة color من هنا ونحط الكود بتاعنا عن طريق كنترول في ونحطه تحت اللير. طيب انا هنا عايزة افرغ الصورة بتاعة الموديل، بس واخدة بالي ان في قص موجود هنا وموجود هنا من اليمين ومن الشمال. فبما ان عندنا النسخة المدفوعة بنعدل الموضوع ده عن طريق جنريتيف فيل. طيب يا نوران احنا مش معانا النسخة المدفوعة، ممكن ناخد الصورة نفسها ونروح لChat GPT ونقول له يكمل الجزء المقصوص. تمام كده الموضوع سهل أوي. فنعمل Generative Fill من هنا ونبدأ نشوف إيه اللي هيطلع لنا، وهيطلع بنتيجة صحيحة من أول مرة والّا لأ. على ما نخلّص كده قولوا لي حابين نشتغل على إيه الفترة اللي جاية عشان الأفكار عندي واقفة شوية. طيب أنا زي ما إحنا شايفين من أول نتيجة تمام مرضية جدًا. فهادمج اللايرين مع بعض عن طريق اللي هو الmerge layers، وبندوس على remove background. تمام كده لحد هنا كل حاجة تمام، وتقدروا تعملوها بشكل كامل من غير أي مشاكل. زي ما إحنا شايفين القص كان لذيذ أوي، وهنجيبه على جنب شوية. طيب أنا واخدة بالي إن هنا لأ نخلّيها في الآخر ماشي. أنا عايزة هنا تحت إيديه يبقى في زي ترابيزة كده بس لون بس. فهاروح للpen tool وأعمل بس كده إيه، شكل كده مش متساوي شوية ويكون زي الترابيزة تحت إيديه. ممكن نغمقها سِنّة عن كده ونضبّط. طيب أنا هنا حابة أغيّر شكل الطبق ده عشان إحنا لينا brand حابين نحُط الصورة بتاعته على الطبق، يكون كإنه طبق جاهز للأندومي أو للnoodles اللي إحنا شغّالين عليها. ف رفقت صورة المنتج اللي أنا أصلًا صنّعته بالذكاء الاصطناعي كمنتج وهمي، وقُلت لChatGPT إنه عايزة يكون على شكل طبق وفي noodles موجودة فيه وكده. تمام. فبمجرد ما بعت له بس الصورة دي حوّل لي صورة الbrand للطريقة دي، والصورة بصراحة عجبتني. كان ممكن إن أنا إن أنا أخلّيه يعمل لي أكتر من نموذج بحيث إن ما يبقاش في اللي هم العصيان بتوع الأكل دول
فيه. بس أنا استسهلت الموضوع عادي وهاقول لكم عالجنا ده إزاي. عملنا remove background طبق بمنتهى البساطة زي ما إحنا شايفين، وأنا عايزة الطبق يكون شكله كبير شوية عن الطبق القديم، فبنضبّط كده. طيب أنا هنا حابة إن الطبق يكون أكبر عشان ده الfocus المفروض يبقى الfocus عليه، وحابة الnoodles دي تبقى قريبة لنفس الشكل اللي هي فوق، فندمج الاتنين إزاي ونشيل الديفوهات اللي موجودة دي إزاي. في أكتر من طريقة بس زي ما إحنا متعلمين أنا باحب أسهل طريقة فيهم. هنروح عند الصورة بتاعة الطبق، الlayer بتاع الطبق، ونروح للmask اللي إحنا بالفعل اتعمل بسبب remove background، ونبدأ من هنا باللون الأسود بالbrush نبدأ نحذف الزيادات بالشكل ده. طيب بالنسبة بقى للديفو اللي فوق ده بيتعالج بمنتهى البساطة، ممكن عن طريق الstamp tool أو إن إحنا نستسهل أكتر ونروح بالشكل ده، ناخد جزء من الصورة ونعمل Ctrl G فهيدينا layer خارجي كده بشكل الnoodles. طيب هاعمل Ctrl T وهارفع شوية بالشكل ده. طيب نبدأ بقى نعمل ماسك على الlayer الجديد، وبالبrush بنروح بس نشيل بس الديفوهات والزيادات كده عشان ما يبقاش في إيه خط واضح وصريح، فإحنا كده بنسهّل على نفسينا. هتقولوا لسه في شوية ديفوهات واللون مش متناسق، هاقول لكم أنا كده هاعمل زي نار طالعة من الnoodles، فده كله هيتعالج بمنتهى البساطة. طيب يالّا عشان نبقى شغالين كده بشكل صحيح ما ننساش نعمل control S ونعمل save للfile عشان ما يروحش مننا ونرجع نعيّط على اللبن المسكوب زي كل مرّة. طيب نروح للملحقات اللي بالمناسبة هاسيبها في الdescription، ورُحت ل ChatGPT وطلبت منه إضاءة، طلبت منه زي نار كده، وطلّع لي النموذج ده وعجبني، وحطيته بس كده إيه، حطيته بس كده على الأندومي، وهابدأ أحذف الزيادات عن طريق الmask والbrush زي ما اتعلمنا في أكتر من فيديو بالطريقة دي. طيب هازوّد كمان layer يعني هاعمل منه نسخة كمان اللي هو الsmoke والنار، وهارفع شوية عشان عايزة الشكل يبقى بالطريقة دي وأخلّيهم من فوق. طيب نحذف كمان الزيادات برضه بالbrush عشان أي زيادة معانا تبقى إيه، كده تمام. لحد هنا الدنيا تمام والموضوع مفهوم أوي وما فيش أي مشاكل. أنا شايفة هنا في الطبق اللي صنعه لي ChatGPT لإن الخلفية كانت بيضا، في زي ضي أبيض كده على الطبق، فده بيتعالج بأكتر من طريقة. نروح لأسهلهم واللي هي البراش، نعمل new layer فوق الطبق ونعمل clipping mask بالطريقة دي ونمشي باللون الأسود عليها بالشكل ده. بس أنا عايزة كمان الجانب ده يبقى فيه ضي كده أحمر، فبالبراش باللون الأحمر هنعمل بس حركة بسيطة كده ونروح من المود نبدأ بقى نقلب في المود لحد ما نلاقي soft light. أنا حابة الsoft light كده وحاساه لذيذ. نزود بس اللون الأسود بالشكل ده. طيب إحنا كده تمام، بدأنا نتخيل شكل التصميم مع بعض. أنا كنت حابة يكون على الهودي بتاعه على الكتف كده في زي تنين، يكون في تنين كده على الكتف، تمام؟ فتخيّلت شكله إن يكون مناسب للون الbackground فحبيته يكون cute كده وصغير ويكون لونه أحمر، تمام؟ طلبت من ChatGPT بنفس المواصفات اللي أنا قُلت عليها دي، فطلّع لي عم التنانين كلّهم اللي هو التنين اللذيذ أوي ده، اللي هو الصورة دي، وتانية عشان ما انساش أخلّيه لكم في الملحقات. تمام بالشكل ده. فهناخد التنين ونحطه كده نضبط آه، مكانه ونصغر شوية ويكون على الكتف بزاوية كده بسيطة. طيب بالشكل ده الذكاء الاصطناعي عندهم في البرنامج هيلاقوا كلمة اسمها harmonize من هنا، دي بتخلي
الشكل بتاع الصورة مُدمج أكتر مع باقي التصميم، فبيضبّط إضاءة، يضبّط ظِل، يضبّط حاجات كتيرة أوي، فتخلّيها كإنها الدمج فيها لطيف، فدي ميزة لطيفة ممكن نعملها. في ثانيتين هيطلع لنا نماذج ونختار منها الأقرب يعني للتصميم. دي عاجباني بس الظِل مش لطيف أوي، فممكن على الماسك نعمل بالبراش كده باللون الأسود نخفي بس شوية من الظِل. تمام كده؟ تمام. أنا هنا حابة إن بُق الموديل يكون مفتوح فيطلع منه نار يعبّر يعني إن ده منتج حار جدًا وكده، فبنروح للlayer بتاعة الموديل وبنعمل select كده بأي أداة select على البُق وبنروح لgenerative fill نقول له فَم مفتوح بالعربي أو نكتب open عادي بالEnglish. تمام؟ فنشوف النتايج اللي هتطلع لنا. طيب أنا من البداية عارف إن أنا ما عنديش الميزة دي، وأنا باصنّع الموديل عايزين كده يبقى في مرونة شوية، وأنا باصنّع الموديل هاروح لChatGPT وأنا باوصف مواصفات الموديل هاقول له خلّي الفم مفتوح، ومش من أول نتيجة الذكاء الاصطناعي هيطلّع لنا صورة هناخدها ونشتغل عليها، إحنا بنفضل نعدّل فيها بما يتناسب مع فكرتنا، فلو طلّع لي الفكرة مثلًا بُقُّه مقفول وأنا عايزاه مفتوح، فهارجع أقول له لأ خلّي الفم يكون مفتوح، فالحاجات دي كلّها في إيدينا وسهلة جدًا. طيب نشوف النماذج. طيب أنا حبيت الشكل ده وهاجيب نفس الlayer بتاعة الsmoke نار اللي موجودة على الnoodles وهاخد منها نسخة ونعمل كده ونطلّعه من البُق بالشكل ده، بس عايزاه يبقى مضغوط أكتر فCtrl T. أنا هنا كده بدأت إن أنا أرسم معالم التصميم و الشكل ابتدى يوضح. أنا عايزة على الموديل هنا كده يكون في retouch سريع، ف شرحناها كتير بس هاشرحها على بشكل سريع new layer و mask create mask ومن edit هنروح لfill ومن الfill 50 degree وoverlay تمام، وبعد كده إحنا ما عملناش على الموديل، طيب نتأكد إن الlayer ده موجود على الموديل نفسه، تمام، ونروح للمود بنختار overlay وبالdodge والburn بنشتغل. في الأول هاشتغل بس بالdodge لإن أنا حاسة إن أنا بس عايزة أزوّد هنا إيه، دي لسعت مني، أزوّد بس هنا إيه كده آآ ضي في الحتت دي، بس أنا حابة يبقى في زي نضارة كده وسطوع في البشرة. فبنمشي في الأماكن اللي هي المفروض فاتحة بالفعل ونضبّط الإضاءة. طيب كده تمام، بس حاسة إن الموديل محتاج يبقى على أحمر شوية، فبنروح لselective color فوق الlayer بتاعة الموديل وبنعمل لها clipping mask وبنروح على الأحمر سِنّة وبنمشي بس شوية كده إيه، نزوّد شايفين كل ما بنمشي بنزوّد في الأحمر ونعزّز درجة الأحمر زي ما إحنا شايفين. طيب لحد دلوقتي الدنيا تمام وسهلة جدًا، جدًا، جدًا. باقي إن إحنا نحط المنتج بتاعنا هنا على المكان اللي إحنا عملناه زي الترابيزة باللون، فهناخده ونروح نعمل له remove background ونعمل منه نسختين، تمام؟ تمام أوي. هنصغّره بس شوية وأخلّيه بزاوية شوية وأعمل منه نسخة كمان تكون وراه، تمام؟ ونصغّرها سِنّة عن اللي قدّام بالشكل ده كده، نصغّر دي كمان سِنّة، هادمجهم مع بعض وهاروح لharmonize من هنا وأبدأ أعمل لها كده إيه، تضبيط للإضاءة على السريع و shadow خفيف تقدروا تعملوها بشكل يدوي سريع، إحنا الحاجات دي كلّها اتعلمناها وبرافو علينا إحنا شطار. طيب عشان ما اطوّلش في الفيديو هو ده خلّي بالكم كان أصعب يعتبر تصميم فيهم، التصاميم اللي باقية كلّها سهلة والشغل أكتر على الذكاء الاصطناعي والprompt أكتر من الشغل على الفوتوشوب. طيب بنبدأ بس نضبّط الإضاءات كده عشان حاساهم مطفيين شوية، باروح للcurve وباعمل mask وأعلّي شوية بالطريقة دي. طيب
بالشكل ده إحنا الدنيا عندنا تمام، بس حابة يكون في الbackground كده إيه، حاجة كده بتعبّر عن النار برضه بس مش مأفورة. ف رُحت لFreeBack ولقيت نماذج كتيرة أوي معمولة 3D للنار، وحبيت الشكل ده أوي، فجرّبت أستخدمه كده من غير ما أخفّفه وحسيته كان over ومش مناسب يعني للتفاصيل اللي إحنا حاطينها في التصميم. فعملت إيه بس هاعكس هاعمله flap يعني، وأعمل من الmood بابدأ أقلّب لأشوف شكل مناسب ويكون إيه، خفيف كده ما يكونش over أوي يعني. ممكن من هنا مثلًا أو soft light أو ممكن color dodge ونقلل الfill بالشكل ده. طيب أنا حابة برضه في الخلفية فوق الlayer بتاعة الخلفية بالبrush كده نعمل لون أسود شوية يدّي عمق للتصميم وغموض شوية كده بالطريقة دي، نعمل من هنا، وحابة من هنا يكون في لون فاتح سِنّة، يعني مثلًا أحمر فاتح بالطريقة دي. طيب نروح لfilter ومن الfilter بنروح Gaussian blur من هنا، وبنبدأ نرفع القيمة شوية بس. يعني ما فيش أبسط من اللي إحنا بنعمله حاليًا. طيب أنا هنا بقى باقي لي كده إن أنا أحط الجملة اللي هتخطف العين. تعالوا كده مع بعضينا نشوف عملناها إزاي، ونروح لChatGPT، بس الأول نكتب الجملة بتاعتنا بالخط بتاعنا العادي. كتبنا طعم الجنون باسم الفونت ده، تمام، ده اسم الفونت. وكلمة الجنون حبيت إنها تبقى بشكل نار، فعملت ده إزاي؟ من كليك يمين كده في حاجة اسمها export as PNG، فباعملها على الديسكتوب مثلًا، تمام، وباروح لChatGPT وبادّي له الصورة اللي هي النص بس اللي أنا عاملاه بنفس الفونت، وباقول له إيه، تمام، فهو بيبدأ يgenerate الصورة ومش من أول مرّة خدت النتيجة الحلوة، فضلت وراه لحد ما ادّاني النتيجة الحلوة، فمع بعضينا كده نشوف هيعملها من أول مرّة والّا لأ، وعلى ما يعملها هاورّيكم اللي أنا استخدمتها شكلها كان عامل إزاي. ده شكل الصورة اللي اتصنّعت بالذكاء الاصطناعي للجملة. أوه! يا جماعة تحفة، تحفة، تحفة. هو هنا استخدم نفس الfont اللي إحنا مستخدمينه، لإن إحنا بالفعل عاملينه كصورة مش كfont، تمام، ف مستخدم نفس الشكل. لو إحنا عملنا له download من هنا وسحبناه على التصميم بتاعنا وطبقناه بنفس الخط عشان نتأكد إن هو ما غيّرش في الfont أصلًا، تمام، فمن الmood بنروح لscreen، تمام كده، شايفين اللذاذة؟ يعني إحنا كان ممكن نستخدمه بالطريقة دي أصلًا، بس أنا هاخفي الخط. شايفين قبل وشايفين بعد، ده قبل وده بعد. يعني مش عايزة أقول إن الموضوع بقى لذيذ أوي وبقى بجد حلو جدًا. طيب بعد ما هو عمل لي الصورة هنلاقي هنا في ديفوهات القص بسيطة خالص، بنروح نعمل mask كده وبالبراش زي ما إحنا متعلمين بنقلل الsize شوية، نضحك على الصورة ونبدأ بالopacity نقللها، وبس نمشي كده عشان ما يبقاش في خط إيه صريح وواضح إن هو صورة مقصوصة، بما إن الصورة كانت مقصوصة. فنبدأ بس بنعدّل، أنتم كده فاهمين الطريقة يعني عشان إيه، وقت الفيديو. دي كانت طريقة أول تصميم معانا، دي كانت طريقة أول تصميم معانا بالطريقة دي. أنا بس حابة اللون الأحمر كان في الفيديو اللي أنا كان في التصميم في الأول اللي أنا عاملاه، إن هنا الإضاءة الحمرا، بس بما إن التنين كان على لون غامق أكتر وهنا لون فاتح، حبيت أعكس. ده كان أول تصميم معانا عملناه بمنتهى البساطة، ممكن تنفذوه، والأفضل إن أنتم تعملوا صور بنفسكم وتورّوني النتايج على التليجرام أو على آمم الإنستجرام، تمام، ولإن التصميم خَد وقت كبير أوي معانا، هنستكمل في جزء تاني ال3 تصاميم اللي جايين سهلين أكتر بكتير والشغل فيهم أقل وفي نفس الوقت شكلهم تحفة. تعالوا نشوفهم مع بعضينا.
دي التصاميم اللي هنشتغل عليها في الحلقة اللي جاية، ما تنسوش لايك وتشتركوا في القناة واستنوا part 2.